هل تعلم أن هناك 7 مبادئ أساسية للذكاء الاصطناعي من شركة جوجل؟ تعد شركة جوجل أحد الشركات الأولى التي استخدمت الذكاء الاصطناعي، وتستند على المبادئ التالية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. أولاً، النفع العام، وهو تصميم الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته. يجب أن يكون الهدف منه والاحتمالات الممكنة للاستخدام تصب بشكل عام في مصلحة الجميع، وأن الفائدة لأغلب الناس تجاوز المضار. ثانياً، تجنب الانحياز غير العادل، وهذه المشكلة تواجهها معظم خوارزميات تعلم الآلة، حيث تعتمد بشكل كبير على البيانات. ثالثاً، السلامة أولاً، تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة بالتعلم العميق بشكل فعال، لكن لا يوجد تفسير كامل لسبب عملها، وقد تفشل بالقليل من التلاعب المتعمد. رابعاً، تحمل المسؤولية، وتظهر هذه المشكلة في التطبيقات التي تمس حياة البشر بشكل مباشر، مثل القيادة الذاتية للسيارات. خامساً، الخصوصية، لعدم استغلال بيانات المستخدمين أصبح من الضروري بناء تطبيقات تحمي خصوصيتهم، لهذا ظهر قانون حماية خصوصية البيانات في أوروبا بعد فضيحة فيسبوك الشهيرة. سادساً، الالتزام بالمعايير العلمية، تعد أهم قواعد شركة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث لا ينبغي للمطورين والعلماء الخروج عن المهنية أو احتكار جانب عملي معين مما لا يتماشى مع المعايير العالمية المتبعة في المجال الأكاديمي. سابعاً، نشر العلم للجميع، حيث تضع شركة جوجل على عاتقها نشر كافة التقنيات وتوفيرها للجميع في حال التزامهم بالقواعد ال6 الماضية.